بكم في كازابلانكا، مدينة التناقضات، مدينة الغني والفقير، المدينة اللي كترحب بجميع الأجناس من مختلف المدن المغربية، مدينة اللي تقدر تتلاقى بها بالناس المزيانين كما تخليك تشوف ناس بأسوأ صورة، مدينة اللي عامرة بالحياة ولكن كتخفي من وسط منها أسرار. وفي أحد الأحياء الشعبية ديال هاد المدينة غادي توقع واحد الكارثة اللي غادي تخلي واحد الأثر اللي خيب، لا بالنسبة لرجال الأمن ولا بالنسبة للناس اللي شهدوا على هاد الجريمة. قضية اللي غادي تسجل في الأرشيف الجنائي كوحدة من أخطر الجرائم اللي دازو في المغرب. شنو هما الأسباب اللي خلاوها تاخد هاد اللقب؟ واش بسبب البشاعة ديالها أو لا بسبب الظروف اللي خلاو هاد الجريمة توقع؟ هادشي بالضبط اللي غادي تعرف معايا إلا كملتي القضية حتى الاخر. وإلا كانوا كيعجبوك الجرائم أو القضايا الواقعية باش تحمي راسك وتفادى الأغلاط اللي داروها الناس قبل منك، فمرحبا بك في قناة بهيجة ستوري. وهنا بالضبط غادي تلقى داكشي اللي كتقلب عليه، فما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وناخدو شي بلاصه ترونكيل، شويه القهوه ولا كويساتاي، ونبداو القضيه ديالنا على بركه الله. والقضيه ديال اليوم بالضبط وقعت سنه 2000، ولكن حنا غادي نرجعوا للوراء بالضبط الاواخر ديال التسعينات، عند واحد الشاب اللي كان الاسم ديالو احمد كان واحد الشاب اللي خلوق، واحد الشاب اللي مؤدب، كبر وترعرع في واحد الاسره اللي مسك عليها الله. الاب كان واحد الانسان اللي لاباس عليه، والام ربت بيت. كان احمد غير هو والاخ ديالو اللي كاينين عند والديهم. فجاه حتى الام والاب غادي يتفارقوا، وهنا احمد غادي يتبدل 180 درجه، من داك الشاب الخلوق لواحد الشاب اللي عدواني، واحد الشاب نرجسي، واحد الشاب اللي حاس براسو. واش فعلا احمد كان مؤدب او لا غير كان خايف من الاب ديالو، او لا بصح الظروف والعوامل ديال الطلاق اثروا بالسلب على احمد؟ كنتمنى تجاوبوني في التعاليق وتقولوا لي شنو هو السبب اللي خلى احمد يتبدل. احمد كان كيقرا في لافاك، كان واحد الولد اللي زوين، بل زوين بزاف، لدرجه البنات في لافاك هما اللي كانوا كيعرضوا راسهم عليه، هو ما كيتسوقش ليهم. مره فين كتجيه القانع على شي بنت كيدخل معاها في علاقه بلا سابق انذار، مجرد ما كيوقف معاها صافي راه ولات محسوبه عليه، كيدوز بها واحد الوقت اللي قليل وكيرميها من بعد ما خدا حاجته منها. بل اسوأ من ذلك كياخذ ليها بعض الصور وكيجي يفتخر على الاصدقاء ديالو. وعند بالكم هاد البنات هادو كيبقى فيهم الحال؟ لا بالعكس، كيفتخروا انهم داروا علاقه مع احمد. وهكا كتمر الاعوام ديال لافاك، واحمد غير ما كيزيد في الغرور وكيزيد في النرجسيه ديالو. وهذا الشيء غادي ينطبق بالضبط على احمد بعد ما انتقل لسوق الشغل. داكشي اللي كان دايرو في لافاك غادي يرجع يديرو حتى في الخدمه، اللي في الارض ديالو واللي في السماء عنده فيهم النص. يعني بنات دوك الشركه اللي كان خدام فيها احمد تقريبا الاكثريه فيهم ربط معاهم علاقه. واحمد هنايا غير ما زاد في الطغيان ديالو بحكم المنصب اللي خدام فيه وبحكم الجمال ديالو. وحنا كيف ما ذكرنا في الاول ديال الحلقه باللي احمد الاب ديالو كان لاباس عليه، فمجرد ما احمد خدم هنا الاب غادي يشري له واحد الدار في واحد الحي اللي كان راقي، كنوع من الاعتذار على انه خلاهم ومشى بدا حياته جديده. احمد هذيك الدار غادي يردها وقر ديال الدعاره، البنات داخلين والبنات خارجين، علاقات لا منتهيه. هنا احمد باقي ما جات حتى شي وحده اللي غادي تحيد منه دوك الغرور، بل غادي تعطيه القيمه الحقيقيه ديالو. وهنا كلشي كان كيدير غير داكشي اللي بغى احمد، حتى لواحد النهار اللي هو الروبو ديالو. وبحكم ان احمد كياخذ الروبو في وسط السيمانه غادي يخرج يتقدى باش يفطر، يعني ياخذ الباريزيان بتي بان، المهم شي حاجه بحال هكا باش يفطر. ومجرد ما خدا داكشي وخلص البنات اللي تما غادي يتم خارج. الخرجه اللي خرج غادي يتسطح مع واحد البنت ديزا من تما كاينه. هاد البنت ما غادي تعطيه حتى شي قيمه، بل هاد البنت غادي تهينو وغادي تقول ليه واش انت ما كتشوفش قدامك، راه خرجتي فيا. وهنا هاد البنت هادي ماشي غادي تشوف فيه نظره اعجاب، بل غادي تهينو وغادي تقول ليه مالك خارج فيا، واش انت دران، وغادي تخنزر فيه وغادي تزيد. هنا احمد قلبه غادي يضرب، اولا بالاحرى ديك النرجسيه وداك الغرور اللي فيه غادي يخليه ياخذ ديك البنت كتحدي. غادي يركب في السياره ديالو وغادي يبقى تابعه حتى غيشوفها فين دخلات وغادي يعرفها فين ساكنه. هنا احمد غادي يرجع للدار ديالو، غيصوب في طولو
وهو في كل ضغمه ديال الفطور كيفكر في ديك البنت. علاش هي بالضبط ما عجبهاش؟ علاش هي بالضبط مرماتش راسها عليه؟ شنو اللي فيها ما كاينش في البنات الاخرين؟ هنا احمد خدا التحدي مع راسو وقرر انه يجيب ديك البنت للمصيده ديالها. ونحبسوا الاحداث ديالنا هنا ونزيدوا بالوقت شويه لقدام عند واحد الناس اللي كانوا غاديين للخدمه ديالهم، فجاه حتى غادي يثيروا الفضول ديالهم واحد جوج كراكن. مجرد ما غادي يحلوهم هنا غادي تكون الصدمه، غادي يلقاو اشلاء بشريه، بنادم مقطع اطراف ومحطوط في كرتون. ولكم ان تتخيلوا المنظر، هاد الناس كيفاش غيحسوا وشنو غيكون الاحساس ديالهم. انت مجرد ما كتجلس مع راسك وكتبدا تتخيل كتقول بنادم مقطع، ما كيبغيش عقلك يستوعبها. وتخيل هما شافوا داك المنظر شنو غيكون الاحساس ديالهم. هنا هاد الناس هادو اول حاجه داروها اتصلوا برجال الامن اللي غيجيو على وجه السرعه، مرفوقين برجال مسرح الجريمه ورجال الشرطه العلميه والتقنيه وكذلك الوقايه المدنيه. هنا الشرطه العلميه والتقنيه غادي ياخذوا اي حاجه تقدر تفيد البحث، اي دليل او لا اي حاجه اللي تقدر تخليهم يوصلوا للقاتل. ومن بعد ما خدات الشرطه التقنيه الصور ورجال الشرطه العلميه خداو البصمات والعينات واي حاجه تقدر تنفعهم، الجثه غادي نهزوها للوقايه المدنيه وغادي تمشي لمستودع الاموات باش طبيب التشريح يعطي الكلمه ديالو. وهنا قبل ما يخرج التقرير ديال الطب الشرعي الشرطه غادي تاكد باللي ديك البلاصه ماشي مسرح الجريمه، حيت الجثه مقطعه ولكن الدم ما كاينش. يعني ما يمكنش انه غيقتلها ويقطعها تم وغيديرها في الكرتونات، يعني الجريمه وقعت وسط شي دار او لا وسط شي كراج. هنا رجال الامن عرفوا عندهم الخدمه وخدمه اللي طويله وصعيبه، حيت الجثه باقي ما عرفوهاش شكون وما عارفينش منين غيبداو البحث. وفي العوض اللي غيبقاو يتسناو التقرير ديال الطب الشرعي اللي كان في ديك الوقيته كيتعطل، غاديين يرجعوا للقضايا، غاديين يرجعوا يشوفوا اي واحد مختفي او لا اي بنت عندها نفس المواصفات ومختفيه والوالدين او الاسره ديالها داروا واحد البلاغ ديال الاختفاء. غاديين يقلبوا في المنطقه ديالهم ما غاديين يلقاو والو. وهنا فين غادي يعموا الخبر حتى غادي يجيهم الاتصال من واحد المركز اللي غيقول لهم عندنا نفس المواصفات ديال هاد البنت هادي. هنا غادي يربطوا معاهم الاتصال وغادي يجيبوا الصور اللي بصح كتاكد باللي الجثه ديال هاد البنت اللي مختفيه، هاد البنت اللي يلا قدمت الاسره ديالها بلاغ ديال الاختفاء هادي واحد السيمانه. شنو اللي وقع لهاد البنيه وشكون هي اصلا وعلاش مسكينه غادي تقتل بهذيك الطريقه؟ وشكون هو هاد الوحش الادمي اللي غيسلب من هاد البنيه الحياه ديالها اللي هي في الاصل ماشي الملك ديالو؟ شكون اللي عطاها الصلاحيه باش يدير فيها هاد الجريمه؟ وهذا الشيء بالضبط اللي غادي يجاوبنا عليه التقرير ديال الطبيب الشرعي اللي كيقول باللي هاد البنيه الاسم ديالها نسرين، العمر 21 سنه. هاد البنيه هذه قبل ما تقطع غادي يكون سبب الوفاه ديالها هو ضرب على الراس، يعني هاد البنيه اللي ضربها على راسها بشي حاجه اللي قاصحه، وهاد الضربه هذه غادي تسبب ليها نزيف اللي داخلي. هنا هاد المجرم هذا غادي يتفنن في التعذيب ديال هاد الضحيه، عند بالو قدام حولي ديال العيد الكبير كيقطع في الكتاف بوحدهم، كيفصل باغي يصايب المروزيه، باغي يقطع القضبان، يعني يعذبها بكل معنى الكلمه. وكذلك غادي يجي في التقرير ديال الطب الشرعي باللي هاد البنت فقدات العذريه ديالها من مده طويله، بل مارست علاقه بوقت قليل قبل ما تموت وبالاراده ديالها، يعني ما كاين لا اغتصاب لا حتى شي حاجه، كلشي كان بالاراده ديالها. هنا الوالدين باقي ما استوعبوش الخبر ديال الموت، غادي يجيهم هذا الخبر اللي بحال الصاعقه وما عند بالهم بنتهم مصيفطينها تقرا، مصيفطينها باش دير المستقبل ديالها، حتى كيتفاجئوا بهذا الغلط اللي غلطات البنيه ديالهم الله يرحمها. ولكن كيف ما كنقولوا البكوره الميت خساره، يعني داكشي اللي دارته راه دارته والله يغفر ليها والله يسمح ليها. هنا رجال الامن غادي يطلبوا منهم يتهدنوا ويعاونوهم باش يقدروا يوصلوا للمجرم. هنا الوالدين ما غادي يفيدوهم بوالو، ما عارفين حتى شي حاجه، ما عارفين الابنه ديالهم كتمشي لافاك تقرا وكتجي، ما مخطوبه ما مزوجه ما داوي فيها حتى شي واحد، انسانه اللي ديال راسها كتمشي تقرا وكترجع، هادشي اللي عارفين. ولكن الام غادي تقول لهم واحد الهضره، غادي تقول لهم باللي الابنه ديالي عندها واحد الصديقه، هاد الصديقه هذه راه هي البئر ديال الاسرار ديالها، جيبوها وسولوها راه تقدر تنفعكم. بالفعل جابوها. هنا هاد البنت حاولت تنكر وحاولت تخرج راسها من باب واسع، ولكن رجال الامن غادي يضغطوا عليها، غادي يقولوا لها الا ما تعاونتيش معنا راه كوني على يقين
راح تنتي مساهمه في القتل ديال الصديقه ديالك. هنا غادي تقول لهم المفاجاه اولا الخيط، وهنا هاد البنيه غادي تعترف وغادي تقول لهم المفاجاه اولا الخيط منين غيبداو. غتقول لهم صاحبتي كتعرف واحد الولد الاسم ديالو احمد. واخا شنو كتعرفي على هاد احمد من غير سميتو؟ قالت لهم انه كيخدم في الشركه الفلانيه وكيخدم في هذا المنصب، يعني عطات الشركه وعطات البوست ديالو. يعني هاد السيده هادي اختصرت عليهم النص ديال الخدمه. لو كان ان الصديقه ديالها ما قالتش ليها فين، ما كانوش غادي يقدروا يتوصلوا لهاد احمد. يعني هاد الخبر هذا جاب بحال واحد الخيط ديال النجاه اللي غاديين يبداو منه. بالفعل مشاو لديك الشركه وجابوا احمد منين جابوه وسولوه على نسرين قال لهم كنعرفها، ولكن العلاقه بيني وبينها صافي سالات من مده. قال لي واخا ماشي مشكل، عطينا الهاتف ديالك. هنا بالفعل غاديين يقلبوا الهاتف وغيلقاو نسرين كتصل به يوميا اكثر من 10 المرات، ولكن هو ما كيجاوبش. قالوا لي واخا المكالمات ديالها شنو كيديروا عندك؟ قال لهم راه كما كتشوفوا انا ما كنجاوبهاش، حيت صافي ديك السيده ما بقى عندي ما ندير بها، عقلها صغير ماشي الانسانه اللي خاصني نكمل معاها حياتي. واخا ماشي مشكل، نهار الفلاني فين كنتي؟ قال لهم كنت في المنزل ديالي. قالوا لي واخا، خداو امر ديال التفتيش مشاو للمنزل ديالو. وهنا غادي تكون المفاجاه، مجرد ما غادي يبداو التفتيش حتى غادي يلقاو مجموعه ديال الادله، منها الكتوبه ديال نسرين وبعض الملابس ديالها وحتى بقع ديال الدم. من رجال الامن غادي يتاكدوا باللي هذاك هو مسرح الجريمه. غادي يواجهوا احمد بهذا الشيء اللي بالدور ديالو، غادي ينهار وغادي يعترف. غادي يقول لهم ما كنتش قاصد، انا كنت بصح باغي نتفك منها، ولكن ما كنتش باغي نقتلها، هي اللي بقات لاصقه فيا. وبحكم انها كانت عارفه النهار ديال الروبو ديالي جات عندي للدار ودقات عليا. دخلت انا وياها للدار هضرنا وتكلمنا، وحاولت انني نلطف الجو. درت انا وياها علاقه، ولكن النيه ديالي غير نسالي وصافي، نقول لها عمرك ما باقيتي عندي، انا صافي راني خطبت وغادي نتزوج. ولكن هنا نسرين غادي تبدا كتعاير فيا وكتأنب فيا. غادي يوصل بها الامر حتى غادي تنعتني بواحد النعت اللي بصح هو خير. انا هنا تعصبت وحاولت انني غير نسكتها، ما عرفتش كيفاش حتى دفعتها. غادي يطيح الراس ديالها على واحد البلاكار اللي كان عندي محطوط تما كيما. مجرد ما طاحت ما عاودتش ناضت، انا عرفتها بصح ماتت. قال لي واخا زيد كمل. قال لي يوم تخلعت عيطت على الام ديالي باش تقول لي شنو ندير. وهنا الام غادي تجي على وجه السرعه، غادي تطلب مني نخرج نتقدى اللوازم اللي كيخصونا في العيد الكبير، من جناوه مقدات بلاستيك، وقالت لي شوف شي كرتونات اللي يكونوا كبار. داكشي اللي درت، تعاونت انا وياها قطعناها. وصل الليل هبطت الكراطن وحاولت نبعد لحد دوك الكراطن ورجعت في حالاتي. عند بالي درت الجريمه المثاليه، ولكن نسيت باللي الروح عزيزه عند الله. هنا غادي نجيبوا الام ديالو اللي بالدور ديالها غادي تعترف وتقول لهم بصح عاونت الابن ديالي. هنا غادي يسنيو على الاقوال ديالهم وغادي يحيلوا الملف ديالهم لمحكمه الاستئناف في مدينه الطربيق. غادي تحكم على الابن بالقتل العمد مع اخفاء وتشويه معالم الجثه، كذلك الام اللي غادي يكون المصير ديالها حتى هي السجن، وغادي يتحكم عليها ب 15 عام بتهمه المساعده في القتل وتشويه واخفاء معالم الجثه. وحتى لهنا كتكون القضيه ديالنا سالات. في النظر ديالكم هاد الام هادي واش كان خاصها تعاون الابن ديالها او لا توقفوا عند حده وتقول ليه اتصل بالبوليس؟ على الاقل يكونوا الاضرار خفيفه. هنا هاد الام تحكمات فيها العاطفه تجاه الابن ديالها، ولكن ما خدمتش العاطفه تجاه ديك البنت اللي كانت مسكينه وكانت ضحيه ديال الابن ديالها، اولا بالاصح ضحيه ديال الحب الابن النرجسي، ابن عدواني. بل بالاصح كانت ضحيه لولد امه، لواحد الشخص اللي كان عدواني، واحد الشخص اللي كان نرجسي. كانوا عنده الناس كاللعبه، مجرد ما كيسالي منهم كيرميهم. وإلا وصلتي معايا حتى لهنا كنبغي نقول لك بسلامه عليك في قضيه اخرى ان شاء الله.